اول لغايه دلوقتي تتلعب الكره بالعرض وخمسه وجول. يا سلام على عمرو، يا سلام على عمرو، يا سلام على عمرو. واهو بيقول انا اهو لا رزاق ولا الجن، انا اهو على طول شيكابالا. يعني اللقطه دي تنم على الجماعيه في الاداء. انفجر الملعب بعد 4 دقائق ونص من زمن الشوط الثاني لعمرو زكي، ولاغت الجميع بعد 4 دقائق ونص من الشوط الاول من الشوط الثاني يحط الزمالك هدف جميل ويحمر بقى الملعب والشماريخ انا ماليش دعوه. وعامر حسين مش هيعمل ايه اهو. بص 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 بص. وعم ابو الجبل لسه بقول لكم ما نامش كويس وحلق حلقه وحشه، جول وحش قوي دخل فيه اهو. هتعمل ايه يا راجل؟ وضربه ورمي وهدف اكيد حلو قوي من عمرو زكي. استغل ضربه الراس بتاعته، لكن عاوز في ملحوظه هنا، في حب، في جماعيه، في جزاء لنادي انبي. وعم شعبان قاعد على الارض عشان بيقرب ايه الركعه، يعني لما تخش يبقى قريب من الارض لسه هينزل كسل بقى. ضربه جزاء لانبي وعادل مصطفى. اوه هدف. يا على التوفيق وعدم التوفيق. هل جت من القايم؟ هل لمسها عبد الواحد؟ هو عبد الواحد لمسها، هنشوف لو جت من القايم ما كانتش ايه تتحسب، انما لو عبد الواحد لمسها واضح ان عبد الواحد لمسها ويبقى عادل. وصلنا الى الدقيقه 80، يعني 35 دقيقه من زمن الشوط الثاني. 1 الزمالك 1 انبي، وكوره ماشيه ضله وهدف. هل في رايه؟ هل في ايه؟ في رايه فعلا. هنشوف الراجل رفع ايه، شكلها من الاول ايه، هنشوف صفر الحكم ولا ايه. برضه المخرج مش جايب لنا، المخرج بدل هم هيصوا كده يبقى عبد الظاهر خيب الدنيا كلها وقال احنا ما بنفهمش ازاي انا اطلع اقول له ماشي. احمد عبد الظاهر جاب هدف التقدم لنادي انبي في الدقيقه 36. هنشوف الكره دي مره ثانيه في الدقيقه 36 من زمن الشوط الثاني. الكره اهو، ادي رؤوف، والكره هل هو جاي من خلف الامام والكاميرا متاخره؟ ادي رؤوف اهو بيشوط تمشي الكره بالعرض والراجل متابعها يمكن جاي من خلف الامام. والهدف الثاني الخاطئ